الحلقة دي من فوكس رمضان حابين نتكلم عن حاجة مهمة شوية، وهي ازاي ان الستات تقدر ترتاح وتهدى شوية وتقدر تهتم بنفسها في الجزء المتبقي من رمضان. احنا دلوقتي في نص رمضان، وتحديدا النهارده اليوم المرأة العالمي. وخلينا صريحين شويه، رمضان حلو جدا بس على الستات تحديدا الموضوع بيبقى مرهق شويه. يعني اليوم بيبدا بسحور، نصحى بدري، نروح الشغل، نرجع نلحق نعمل الفطار، شغل البيت، العبادات، وفي الاخر بنلحق نرتاح شويه. علشان كده احنا في بيوند حاسين ان ممكن في نص رمضان التاني تبقى فرصه ان احنا نهدى شويه ونرتاح شويه. مش لازم كل حاجه تبقى مثاليه، لا السفره الكبيره ولا نحضر كل العزومات اللي بنتعزم فيها. ممكن نختار اكل صحي يدي طاقه بدل ما يرهق، ننام كويس ونطلب مساعده لو محتاج، والاكل يبقى على القد. مش لازم كل حاجه تبقى كبيره وكتيره ومرهقه، والاهم ان احنا لازم نلاقي وقت صغير لنفسنا، حتى لو 10 دقائق بس في اليوم، نعمل حاجه احنا بنحبها، نقرا حاجه، نتمشى شويه، او حتى سكين كير بسيط جدا. الحاجات دي ممكن تبان صغيره جدا بس هي فعلا هتفرق في صحتنا النفسيه والجسديه، لان الحقيقه ان الستات على طول بيراعوا كل اللي حواليهم، بس لازم يبقى في حد يراعي صحتهم. واحنا هنا في بيوند موجودين عشان الدور ده، نهتم بصحتكم وناخد بالنا منكم. وفي يوم المرأة العالمي وكمان في شهر رمضان حابين نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.